السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة أولى ثانوي، رجالة الانتجريت ساينس. يلا بينا مع موديل اكزام 8. بيقول لي which of the following are consider من الاليمنتس المهمة في تكوين الكربوهيدرات أثناء الفوتوسينثيز. هو الفوتوسينثيز كان النبات بياخد الكربون دايوكسيد والووتر في وجود الصن لايت عشان يكون الجلوكوز سهو 6-12-6 وغاز الأكسجين، وكمان ساعات بيخرج جزيئات مية، ولكن دي الأساس في المعادلة. يبقى مين المادتين الأصليتين؟ الكربون دايوكسيد والووتر، فتبقى الإجابة سي. السؤال التاني، احنا كنا قلنا لو بتكلم على الدينستي والتمبريتشر كان بيبقى المنظر كده، وكانت بتبقى اعلى دينستي عند درجة حرارة 4، عكسها كان الفوليوم والتمبريتشر كانت بتبقى اقل درجة حرارة عند 4. يبقى المنظر ده بيعبر عن الفوليوم والتمبريتشر، يبقى A هي التمبريتشر و B هي الفوليوم، فتبقى الإجابة دي. اللي بعده السؤال التاني بيقول لي increase urea concentration. السؤال ده متكرر. كان الشرق بيزود نسبة اليوريا جواه ليه؟ عشان يبقى الكونسنتريشن بره وجوه قد بعض. ليه؟ لأن كان المفروض إنه هنا بيبقى له اوزموتيك بريشر وفي ميه البحر هاي، فكان المفروض يخسر ميه، فكان بيزود تركيز اليوريا عشان يبقى بره وجوه قد بعض، فيرفع الاوزموتيك بريشر، فيبقى هو كمان هنا هاي، فيبقى بره وجوه هاي، فيبقى عمل انكريزنج الاوزموتيك بريشر فيقلل الووتر لوز. 4 بالراحه. بيقول لي عند الراجل كان كتلته 2 كيلو جرام، كان درجه حرارته 27 سيليزيوس، كان السبيسيفيك هيت 2 في 10 باور 3 جول بير كيلو جرام كلفن، وكان بيكسب كمية هيت 10 باور 4 جول. بيقول لي التمبريتشر هتزيد بقد ايه؟ ده عايز الدلتا تي. طيب انا عندي مثلث الكيو ثيرمال بتساوي ام سي دلتا تي. انا عايز مين؟ انا عايز الدلتا تي. يبقى الدلتا تي هتساوي مين اللي فوق؟ كيو ثيرمال. مين اللي تحت؟ ام في سي. الكيو ثيرمال 10 باور 4 على الماس ب 2، والسي ب فين السبيسيفيك هيت 2 في 10 باور 3، هتطلع 2.5 كلفن ديجري. شكرا، هي دي الإجابة كاملة. يبقى درجة الحرارة هتزيد بما يعادل 2.5 كلفن. طب هو هنا ما طلبش التي 2، ده هو طلب اللي تشينج ان تمبريتشر. شكرا، يبقى الإجابة هتبقى سي. اللي بعده السؤال الخامس بيقول لي which of the two types of electromagnetic spectrum, infrared or visible light, get completely absorbed by water first. طبعا الانفراريد كان أول 10 سنتي كان كل الانفراريد بيمتص. اللي بعده ده لحد 10 متر كان 50% بس بيمتص، انما الانفراريد كانت كلها بتخلص مع اول 10 سم. السؤال السادس بيقول لي if the depth of water in lake is 40 متر then the pressure caused by the water at bottom. اهو تعال نشوف. بيقول لي 40 متر، احنا قلنا كل 10 متر ب 1 اي تي ام. طيب وقلت لك عشان تحولها لبريشر شيل الزيرو، يبقى ضغط الميه يعادل 4 اي تي ام. فهو بيقول لي يبقى البريشر اللي بسبب الميه بس هيبقى كام؟ طبعا 4 اي تي ام، يعني 4 مرات الضغط الجوي، يبقى الاجابه بي. 7 بيقول لي two solution x and y of the same salt if the freezing point of the solution x is lower than the freezing point of solution y. استنى عشان هي افهم. بيقول لي نفس الملح ماشي، بس كانت الفريزنج بوينت اوف سوليوشن اكس ايوه اقل من الفريزنج بوينت من واي، يبقى الراجل ده انا متاكد السولوبيليتي فيه اكتر. طيب عايز ايه بقى؟ اهو يبقى وانت مغمض الكونسنتريشن اوف سولد في اكس طبعا. هو قال نفس الملح ماشي، بس ممكن يكون التركيز هنا مثلا 100 جرام لكل لتر، هنا 30 جرام لكل لتر.
وانا قلت لك كل ما الاماونت اوف سوليوت تزيد كل ما الفريزنج بوينت تقل، يبقى الاجابه ايه. السؤال التاني بيقول لي ماونتن كليمبرز متسلقي الجبال مالهم؟ قال لك ممكن يعاني من انفجار الشعيرات الدقيقه في مناخيرهم. ليه؟ احنا قلنا لما الراجل بيطلع على الجبل الضغط الجوي بيقل، فبيبقى ضغط الدم اكتر من الضغط الجوي، فبقى في فرق في الضغط، فالانابيب بتنفجر. هتبقى الاجابه بي due to large difference ما بين البلاد بريشر جوه الجسم والاكسترنال اتموسفيريك بريشر. دي احلى اجابه. السؤال التاسع بيقول لي when the temperature of environmental surrounding warm blooded organism الكائنات ذات الدم الحار اللي هو احنا، قال لك changes their body temperature. طبعا احنا قلنا درجه حرارتنا بتفضل ثابته. مين الامثله؟ ما كانش فيه غير البرد والمامونز، يبقى الاجابه سي. اما قلت لك انا درجه حراره جسمي 37، طب انا شغلت التكييف في الاوضه وبقت الاوضه 24، هل انا درجه حرارتي تبقى 24؟ لا، لان انا مش تبع الكولد او الكولد بلادد اورجانيزم، انا تبع الورم بلادد اورجانيزم اللي بيحافظوا على درجه حراره الجسم. اللي بعده بيقول لي ايه؟ in the opposite figure the air temperature at the air surface is 20 كام 20. دي مسألتين مع بعض. ماشي. بيقول لي هات الدرجة بتاعت واي واكس واقسمها. حاضر. نبدأ بمين؟ بالدرجة عند اكس. حاضر. الارتفاع هنا كام؟ 769 متر. الأول بس كده نقسمها على 1000 عشان أحولها لكيلومتر تبقى 0.769. يلا نجيب. هنقول الأول حاجة أنا هبدأ على مين؟ هنا خلينا هنا اكس وهنا واي. يلا بينا. هنقول والله اللي change in temperature. تعال نشوف. هقول 0.769 في 6.5 اللي هي درجة حرارة. احنا قلنا كل كيلو 6.5. تعال نشوف لما اضرب دي. ثواني يا اولاد. 0.769 في 6.5 هتبقى درجة الحرارة هنا هتقل كام؟ هتقل فوق بالتقريب 5 سيليزيوس ديجري. ماشي. يبقى الفاينل تمبريتشر عند النقطة اكس هي تحت كام؟ 20 ناقص 5 يبقى 15 سيليزيوس ديجري. دي اللي تهمني. يبقى الدرجة عند اكس كام؟ 15 سيليزيوس. تعال نشوفها عند واي. قال لك واي على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 1538 متر زائد الرقم ده انا هجمعهم على بعض. استنى بقى. هقول اللي تشينج ان تمبريتشر لو بس تعال نجيب ارتفاع واي 1538 زائد 769. تعال نشوف بكام. 1538 زائد 700 كام؟ 69. هتبقى 2307. 2307 متر. هقسم على 1000 عشان احولها لكيلو. تساوي على 1000 هتبقى 2.307. خلاص يلا بينا. ارتفاع النقطة واي كام؟ 2.307. هضرب في 6.5. تعال نشوف هتساوي كام. تساوي في 6.5 هتبقى 15 درجة. يبقى الفاينل تمبريتشر تعال نشوف. هي تحت كده كام؟ 20. 20 ناقص 15 هتطلع 5 سيليزيوس. دي اللي انا عايزها. يبقى الدرجة عند واي 5 سيليزيوس. بيقول ايه بقى؟ بيقول لي تي واي على تي اكس يعني 5 على 15 يعني 1 على 3. فتبقى الإجابة ايه. طبعا انت لو اتنططت لو معاك مدرس كفتة ما يعرفش يحلها. ايه اللي بعده؟ 11 بيقول لي ايه؟ تعال نشوف. How is the growth rate of fish affected by an increase in dissolved carbon dioxide in water؟ طبعا انت لما تزود الكربون دايوكسيد لا طبعا الفوتوسينثيز الاسيديتي بتزيد وده بيموت اللارفا والايجز فيبقى النمو هنا هيقل. فتبقى الاجابه بي.
يلا بينا مع السؤال 12. اطول اكزام ده عمال كل شويه في الوقت ارد على المكالمات وارجع. بيقول لي the ratio between the ratio between the molecular mass of water to the molecular mass of hydrogen sulfide. كنت انا علمتك ان الهيدروجين سلفايد لا هو اكبر في الماس، هو ما فيهوش هيدروجين بوند لكن هو اكبر في الماس، فدي معلومه مهمه. يبقى انا بقسم سمول ماس على لارج ماس. الهدف من السؤال ده ياكد لك، طبعا هتبقى less than 1، ان الماس بتاعت الهيدروجين سلفايد اكتر من الماس اوف ووتر، يعني عشان لو ربما تكون نسيتها. 13 which of the following leads to coral bleaching. الشعاب المرجانيه بتبيض يعني بتموت على طول وانت مغمض بسبب الانكريز ان ووتر تمبريتشر. وده كان اخر درس واخر صفحه في المنهج، بسبب الانكريز ان تمبريتشر. 14 ذا لارج اي لسه قايلينها في الايس فيش، طبعا ده ستراكشر لان ده تغيير في تركيب السمكه في جسمها. اللي بعده which of the following fish has an air bladder and what is rule. بيقول لك انه سمكه، تعالى نشوف. الري فيش لا طبعا ما فيهاش، انما فين ده في السلمون. يبقى الاجابه يا سي دي. كمل. helping in regulating body temperature، هنهزر؟ لا، بتساعدها في الانتقال من الاعماق المختلفه. يبقى الاجابه هتبقى دي. حلو السؤال ده بجد بصراحه. 16 which of the following keeps the internal temperature of the aquatic cold-blooded organism. بيقول لك ايه اللي بيخلي او بيحافظ على الدرجه الداخليه للكولد بلادنج. طيب تعال نشوف. الهاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر، هي دي. ليه؟ لان هو اصلا الاسماك ما بتعرفش تحافظ على درجه حرارتها، درجه حرارتها مرتبطه بدرجه حراره الميه، فاللي بيحافظ عليها بقى الميه، لان الميه نفسها بتاعت البحر هاي سبيسيفيك هيت، فما بتتغيرش بسهوله، يعني ما بتبردش بسهوله ولا تسخن بسهوله. ايه اللي بعده؟ سبحانك يا رب. من امثله الجرين هاوس جازز، ده سؤال مباشر. احنا كنا خدنا 6 غازات، تعال نشوف. هل الكربون مونوكسيد منهم؟ لا طبعا. الاكسجين؟ لا طبعا، ده بتاع التنفس. الهيدروجين؟ لا. النيتروز اوكسيد؟ ايوه ده كان واحد من ال6. كان الكربون دايوكسيد، الميثان، الكلوروفلوروكربون، النيتروز اوكسيد، الاوزون، الووتر فيبر. اللي بعده بيقول لي ايه؟ ذا يوز ذا اماونت، هنا زد ولا ماشي. بيقول لي ايه؟ في الشكل اللي قدامك الكيرف واي بيوضح الاماونت اوف سولار انرجي يوزد. طيب اند كيرف زد indicate the amount of fossil fuel used. طبعا واضح ان هنا بقى فيه اهتمام بالسولار وبنقلل من الفوسيل فيول. طب ده هيعمل ايه؟ هيزود الاير بوليوشن؟ لا طبعا. هيزود الكليماتيك تشينج؟ لا برضو طبعا. هيهدد التنوع البيئي؟ لا طبعا. هيحسن من جودة الحياة؟ هو ده. ليه؟ لان طالما قللت من استهلاك الفوسيل فيول يبقى هقلل الكربون دايوكسيد. 19 عندك 4 living organisms: فريش ووتر الجي، شارك، كاكتوس نبات الصبار، فورست لير. ماشي. which of the following is ايه اللي يمشي مع الكائنات الاول ده؟ فود تشين، فود ويب، living in different ecosystem. طبعا ده انت جايب لك شارك ده في الميه، والاسود دي في الارض، احنا نهزر؟ فطبعا يبقى ده different ecosystem، بتعيش في انظمه بيئيه مختلفه. which of the following represents the correct arrangement of the following solution بالنسبه للبي اتش فاليو؟ الامونيوم بايكربونات، امونيوم كلورايد، صوديوم هو بيقول لك ايه بالنسبه للبي اتش تايب. تعال نشوف. الامونيوم بايكربونات، طب ما تيجي نكتبهم من الاول، انا ليا مزاج يعني، عندي حنين. الامونيوم كلورايد ده كان اسيدك، يعني البي اتش اقل من 7. ماشي. الامونيوم بايكربونات ده كان نيوترال، يعني البي اتش ب7. طيب الصوديوم بايكربونات ده كان اسيدك بيزك، يعني البي اتش اكبر من 7. طيب هو قال لك بقى رتبهم لي على حسب البي اتش.
يبقى اول حاجه الصوديوم بايكربونات اكبر من الامونيوم بايكربونات، والامونيوم بايكربونات اكبر من الامونيوم كلورايد. الترتيب الصح هو بي. اللي بعده mention two procedures، قول لي نوعين من الاجراءات عشان نقلل من تقليل طبقة الأوزون. أول حاجة نستخدم الفاير اكستنشر ذات don't contain هالونز. اللي بعد يبقى الطفايات نستخدمها اللي ما فيهاش هالونز. طيب بالنسبة لي الاير كونديشن، التكييفات تستخدم 410 اي جاز instead of فريون. كفايه الاثنين دول. اللي بعده بيقول لي اكسبلين ليه الارث بتحتفظ بالغلاف الجوي؟ طبعا ديو تو جرافيتي. دي ابسط اجابه واحلى اجابه. شكرا يا رجاله.